صباحكم مشرق وجميل. أنا اسمي سمر ودي قناة صديقة الكون. وقبل ما ابتدي الموضوع ياريت ما تنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك لو عجبك المحتوى. ويلا بينا نبتدي الموضوع. النهاردة هنتكلم عن موضوع خطير جدا بجد. ازاي انه افكارنا بتأثر على مشاعرنا وعلى سلوكياتنا. وقبل ما ابتدي في الموضوع حابة انه انا انوه عن بعض الحاجات بسيطة او عن الفكرة عموما، وبعد كده هتكلم عن الأسباب لأنه استحالة أن أوصل لنتيجة حقيقية من غير ما أحل الجذور. طيب، أول حاجة لازم أن احنا نفرق ما بين هل الفكرة دي فكرة جاية لي من الشيطان أنه بيحاول يوسوس لي فيوهمني بشيء مش حقيقي عشان أقدر أصدقه. دي حاجة. الحاجة التانية، هل أنا سألت نفسي هل الحاجة دي فعلا موجودة فيا ولا لأ، ولا ده كلام الناس اللي هم عايزين يوهموني بيه فابتدي أصدقه عن نفسي. دي حاجة مهمة جدا. ويلا بينا نبتدي في الموضوع. في حديث شريف بيقول: أنا عند ظن عبدي بي، لا قال ظن حسن ولا قال ظن سيء، فبالتالي اللي هظنه في الله هو اللي هيحصل. لو ظنيت في الله الخير هلاقي الخير، لو ظنيت في الله الشر هلاقي الشر على طول. طيب، ازاي نعرف الأسباب الحقيقية عشان نقدر نحل الموضوع؟ أول حاجة، في مشاكل اسمها مشاكل الطفولة، وهي المشاكل اللي حصلت لنا واحنا صغيرين، والمشاكل دي أخدناها معانا لحد لما كبرنا، وبدون وعي مننا قدرت تتخزن في الجزء اللاواعي من عندنا. ومن كتر كمان انها عمالة بتتخزن والخوف منها، فده بدأ انه الحاجة دي تزيد اكتر واكتر، ولان احنا كمان ما تصلحناش مع هذه المشاكل. طيب، زي ايه مشاكل الطفولة؟ مثلا واحنا صغيرين ما قدرناش ناخد الحب الكافي، ما قدرناش انه نحس بالاهتمام الكفاية، كنا حاسين بالظلم. حاجات كتير قوي من مشاكل الطفولة، كأن مثلا اهلك يقولولك: على فكرة انت مش شاطر ولا بتذاكر زي ابن عمك، فتبتدي انت من جواك تبقى مش طايق نفسك ولا طايق ابن عمك، مع ان هو يعني ما عملكش اي حاجة، بس تحس بتنافسية. ليه؟ لان هم علموك انه لازم دايما تقارن نفسك بغيرك، ودي ما كانتش حاجة لطيفة، فتبتدي انه انت مش واثق من نفسك. الحاجة التانية، كأن يقولولك مثلا: على فكرة انتي حلوة جميلة، بس الصراحة بنت خالتك دي أمورة، دي حلوة، دي بتلفت الانتباه. فهتبتدي طول الوقت تبص هي بتلبس ايه، بتعمل ايه، طريقتها ازاي، وكأنك هتحاولي ان انتي تقلدي شخص تاني غير الشخص بتاعك، فهتحسي ان انتي شخص تاني خالص، فبالتالي مش هتكوني واثقة بنفسك كفاية. ولازم رسالة حابة ان انا اوصلها لكم: يا ريت نسامح امنا وابونا عن كل حاجة هم ربونا عليها او عملوها فينا. هم عملوها بدون قصد، هم اتربوا على حاجة معينة، هم كان وعيهم وقتها هي الحاجة ديت، فلازم نسامحهم عشان نقدر نسامح نفسنا فنتقدم للأحسن. دي أول حاجة، مشاكل الطفولة اللي بتترسخ في عقلنا فبتكون أفكار مش حقيقية عننا، فبالتالي احنا بنحاول نصدقها عن نفسنا، والأفكار ديت بتجذب لينا حاجات مش كويسة. دي أول حاجة. الحاجة التانية، القلق. القلق والخوف انه الحاجة دي تحصل. خايف انه انا اتجوز ما يطلعش شريكي مش الشخص اللي انا بتمناه، واتطلق وارسم حياة مش كويسة ليا. خايف ان انا ما سافرش البلد ديت، اصل انا مش انا يعني الوحيد اللي هيختاروني دونا عن الناس دي كلها، فبالتالي فعلا مش هتسافر. انا خايف اروح اخد كورس انجليزي في المكان دوت، اصلا انا انا مش عارفه اتكلم زي الناس دي. الناس دي بتتكلم انجليزي وترص الانجليزي كده على بعضه، انا هبقى مكسوف. فكرتك عن انه الحاجه ديت مش هتحصل، فبالتالي مش هتحصل لان الخوف والقلق سيطروا عليك، وكل ما هتركز على شيء هو الشيء اللي هيحصل. تمام. طيب، تالت حاجه اللي بتخلي انه انت بتجذب حاجات سيئة، انه انت هقولك على حاجة مهمة جدا:
انت شايف نفسك ازاي؟ يعني ايه شايف نفسي ازاي؟ يا ترى عملت قبل كده تمرين المراية؟ يعني ايه تمرين المراية اللي انت بتقولي عليه؟ انت عايزاني اقف قدام المراية واتلبس؟ يا شيخة ما تخليكي بقى تقولي كلام احسن من كده. مش هو ده قصدي. انا ما بقولكش اقف بالساعات ولا اقف بوقت كبير. اقف دقيقة واحدة قدام نفسك في المراية وشوف، هل انت فعلا عارف الشخص اللي انت بتبص عليه ولا انت مش عارفه؟ هل انت فعلا شايف ان الشخص ده جميل وحلو ولا انت بتصدق كلمات الناس اللي موجودة عنه؟ حاول تعرف نفسك اكتر. طيب عشان اعرف نفسي اكتر المفروض انه انا اعمل ايه؟ المفروض انه انا اكون عارف على الاقل انا بحب ايه ومش بحب ايه، او ايه الحاجات اللي بتضايقني. طيب بدل ما انت عمال تركز على فلان قال ايه عليك، وفلان حبك وفلان ما حبكش، ودي لبست ايه وده لبس ايه، نركز مع نفسنا شوية. انت اهم من اي حد. تمام. طيب تعالى نقول انت مثلا بتحب ايه. تعالى مثلا نقول انا مثلا بحب الشوكولاتة، بحب ابص في السماء في النجوم، ده بيسبب لي سعادة. بحب العب يوجا، بحب حاجات معينة بتسبب لي السعادة وحتى ان كانت حاجات بسيطة. شوف انت مثلا بتحب تقعد في مكان فلاني، بتحب انه انت تقعد في الطبيعة، بتحب ان انت تقعد مع الاطفال. شوف اكتب الحاجات اللي بتسعدك عشان تبتدي تكتشف نفسك، واكتب الحاجات اللي بتضايقك. انا بتضايق انه فلان مثلا كلمني بطريقة مش حلوة، انا بتضايق مثلا انه حد بيحاول يتهمني، وغيره من الحاجات. انت لما هتعرف نفسك كويس هتعرف تشوف الصورة الحقيقية بتاعتك، وان لما تجيلك الفكرة المغلوطة عن نفسك انت مش هتصدقها، فبالتالي الفكرة هتطير وهتبتدي تشوف الفكرة الأفضل. وده اللي هيخلي نتاج الأفكار عندك إن هو يتحسن، فبالتالي ما تجذبش الأفكار السلبية. طيب طيب وايه النتيجة انه انا المفروض ان انا اتواصل ليها؟ زي ما انا قلت انه تحاول انه انت تعرف نفسك كويس، تحاول انه انت تبطل القلق، تحاول انه انت تتصالح مع نفسك وتشوف الجوانب المظلمة اللي فيك. ولما تتصالح من دلوقتي احسن ما انت تتصالح بعدين بس الألم هيكون اشد. كمان انه احنا محتاجين انه احنا من ضمن النتائج المهمة انه احنا نمتن للحاجات اللي عندنا والحاجات اللي مش عندنا. يعني ايه بالظبط؟ يعني انا كل يوم هبتدي ان انا امتن ل5 حاجات عندي و5 حاجات مش عندي. يعني مثلا انا همتن الحمد لله انه انا عندي وظيفة كويسة، الحمد لله بقبض مرتب كويس، الحمد لله عندي زوج مناسب، وتبتدي تذكري 5 نعم عندك. وفي 5 نعم تانيين هتبتدي ان انتي تشكري ربنا عليهم علشان ان هم يحصلوا في حياتك. طيب ليه انا قلت كل ده؟ انا قلت كل ده عشان تبتدي تعرف الاسباب الحقيقية وتبتدي ان انت تحسنها. عشان لما هتحسنها هتبتدي تشوف الصورة الكاملة لنفسك، هتبتدي تشوف ان الفكرة اللي جاتلك دي حقيقة ولا مجرد وهم ولا مجرد كلام الناس ولا مجرد فكرة شيطانية. تمام. هتبتدي انه انت تحب نفسك، هتبتدي تجذب ليك الحاجات الحقيقية، هتبتدي تشعر بمشاعر حقيقية تجاه نفسك، وبالتالي هتجذب لنفسك كل فكرة حقيقية. تمام. وكل متوقع آت. ويا رب يكون يومكم جميل.